ولذلك مراتب الإدراك، انتبه، مراتب الإدراك 6. مراتب الإدراك كم عددها؟ 6: العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الوهم، الشك، الظن. تعيد أنت، قل: العلم، الظن، العلم، الجهل، الظن. نعم، أنت قل. خلونا يا إخوة يجيب الذي يشار عليه. طيب، الذي يشار عليه هو لأن ممكن عندنا شهادات بعدين. قل: العلم، الجهل المركب، الجهل البسيط، الوهم، الظن والشك. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، العلم ما هو؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب، لحظة شوي. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، لكن الجهل المركب، أحسنت، الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. جيد. إذن عندنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. عدم الإدراك بالكلية هذا جهل بسيط. إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهلا مركبا. هذه 3 تتعلق بالإدراك وعدمه. نأتي الآن إلى الوهم. إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد ايش؟ راجح. لأننا إذا عملنا بالراجح كان المرجوح وهما. طيب، إذا قال قائل فيما يتعلق بالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، مثل لنا. إذا قال مثل لنا النار حارة، هذا من العلم؟ من العلم. لماذا؟ لأنه إدراك جازم. فإذا شك أحدكم فليضع أصبعه في النار من أجل أن يعرف هي حارة أو ليست حارة. إذن إدراك هذا علم، لأنه إدراك جازم. طيب، الجهل هو عدم الإدراك بالكلية. ممكن أن يسأل إنسان عن مسألة ما يقول لا أعرفها، لا أدركها، هذا يسمى جهلا. طيب، هذا جهل بسيط. الجهل المركب وهو أسوأ، الجهل المركب أسوأ، هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. يقول مثلا مثال أن الأيام التي يشرع الصيام فيها في شوال 8 أيام، من صام رمضان وأتبعه 8 من شوال كان كصيام الدهر. هذا من أي أنواع الجهل؟ لماذا أنت لماذا هذا الجهل يعتبر مركبا؟ أنت تنظر إلي، أنت ما عندك جواب؟ لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. معي؟ طيب، الوهم قلنا هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. الشك لم يترجح عندك شيء، تقول أنا شاك في هذا، كلا الجانبين لم ترجح شيئا. معي؟ الضد مساو ولا راجح؟ مساو. المسألة عندك فيها شك، لم ترجح أحد الجانبين. طيب، الظن إدراك الشيء
مع احتمال ضد ايش؟ مرجوح. ولذلك كثير من الأحكام الشرعية من قبيل الظن الراجح، صح؟ يقابله طرف مرجوح، يقابله طرف مرجوح. أضرب لك مثلا غطاء الوجه للمرأة، هل تغطي وجهها أو لا تغطي وجهها؟ الذي أوجب غطاء الوجه عندهم إن هذا ظن ايش؟ راجح، صح؟ يقابله مرجوح ضد مرجوح. المسألة عندهم قطعية؟ الجواب لا، هي من باب الظن الراجح، صح؟ طيب، وهي مسائل كثيرة. زكاة الحلي المستعمل، الذين يوجبون الزكاة يرونها من القطعيات أم من باب الظن الراجح؟ الظن الراجح، لأن الأدلة تحتمل ذا وتحتمل ذا. إذن مراتب الإدراك كم عددها؟ أنت كم عددها؟ اذكرها: العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الوهم، الشك، الظن. أحسنت.